السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. سريعا كده هتكلم معاكم عن تنظيم الري. ناس كتير قوي الحدوته دي بالنسبة لهم يعني تكاد تكون مستحيلة. يقول لك انا هسقي كل يومين، هسقي كل 3 ايام، طب انا هسقي امتى؟ طيب انا هسقي كل اسبوع. وللاسف معظم المشاتل او بعضها الا من رحم ربي يعني يقول لك اسقي الزرع كل يومين. ما تسمدش يا عم، ده الزرع الزينه ده ما بيحتاجش تسميد، وما ادي له ميه وبس. طبعا الكلام ده خاطئ جدا. المفروض انا لما اجي هسقي الزرع يبقى انا بجس التربه الاول. طيب انا عندي زرع داخلي والتربه عندي تربه كوكوبيت او تربه صناعيه او بيتموس او تيفر. التربه الداخلي بتكون بتحتفظ بالرطوبه شويه عن النباتات الخارجي. طيب التربه الداخلي انا بجس التربه على عمق، بمسك بايدي كده التربه بتبقى خفيفه وبجسها بايديا، بشوف التربه مبلوله او لا. طول ما التربه مبلوله قوي انا ما بسقيش. طيب بالنسبه للزرع الخارجي انا بجيب شوكه او معلقه وبقلب وش التربه على عمق من 3 سم ل 10 سم على حسب القصيص وحجمه، وببتدي اقلب وش التربه واشوف. ممكن تبقى التربه ناشفه من فوق لكن من تحت رطبه قوي. نخلي بالنا ما نسقيش خالص الزرع طول ما التربه رطبه قوي، ما نسقيش. نبتدي ننظم الري ليه، لان الري الزياده ده بيخنق الجذور. نبص مع بعض كده هنا. احنا لو جينا بنقلب وش التربه زي كده، ببص بشوف التربه هل هي طينه قوي ولا مفروله. طول ما التربه رطبه قوي وطينه انا ما بسقيش الزرع. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.